سلام. هذا الطفل ذكرت لكم في فيديوهات سابقة أكثر من مرة، فكلهم طلبوا القصة كاملة. القصة باختصار يا عزيزي، هذا الطفل كان بيلعب مع صاحبه فقتل صاحبه بالغلط، وكان عمره 13 سنة، ودخلوها السجن وعمره 13 سنة، وأثبتت الأدلة والطبيب الشرعي أن عمره 13 سنة. فحصل تلاعب في القضية في عام 99 وحكموا عليه بالإعدام، واتفقوا القضاة كلهم على أن يتم إعدام هذا الطفل، مع أن المعروف شرعا وقانونا لا يتم القصاص لمن هم دون سن 18. فنزل الطفل هذا لساحة الإعدام 3 مرات، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. 3 مرات ينزل لساحة الإعدام. أنت متخيل لما شخص يجي يقول لك يلا بنعدمك بكرة، وتنزل ساحة الإعدام وما يعدموك، وتجلس فترة وبيقول لك يلا بنعدمك بكرة وتنزل ساحة الإعدام؟ يعني صراحة فكر بالموضوع بس شوي. شوف، هذا اللي خلف الطفل اسمه العشماوي، هذا الذي يقيم الحد القصاص. كان وقت قصاص هذا الطفل يتهرب ما يداوم. عشان ايش؟ قال ما ودي احمل ذمتي، لانه حكموا على هذا ظلم. مو بس لحاله، وكمان في كثير من العسكر انسحبوا من القضية لانهم عارفين انه حصل فيها ظلم. فالرجال دخل السجن وعمره 13 سنة، والحين انت مستوعب كم صار عمره؟ كم جلس في السجن؟ لا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، 25 سنة داخل السجن. هذا لما كان طفل، وهذا صورته حاليا. انتم مستوعبين ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مو بس جالس داخل السجن كذا، الرجال في حالة نفسية الحين، جالس داخل السجون يتعالج من الحالة النفسية اللي هو فيها. الرجال خلاص متعب ذهنيا وعقليا، وحياته تدمرت يعني أنت مستوعب 25 سنة داخل السجن عمر رجال؟ لو نفذوا عليه حكم الإعدام بهذا كالأيام أرحم ما يخليه 25 سنة ويجي يعدمه الحين. سلامات. فما عاد معانا إلا الله وحساباتنا الإلكترونية، نوصل أصواتنا ونوصل مظلوميات الرجال. أنا نشرت المقطع في كل حساباتي، في سناب، فيسبوك، تيك توك، بكل الحسابات، عشان نوصل للمسؤولين الذي تلاعبوا بالقضية هذه أن يعيدوا النظر، عاد معاهم خط رجعة، ويكفروا عن ذنبهم، ويجيبوا الطبيب الشرعي، ويكشفوا متى دخل السجن. قادرين يسووا كل شيء. ويوصل صوتنا لأولياء الدم أن يعفوا، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أقسم بالله العظيم إن الرجال مات 1000 موتة داخل السجن، الحين هو ميت ميت ميت. فهذا جاهنا عندكم يا آل الحجيلي، افرجوا عن الرجال. ذي الجاه يا آل الحجيلي، احنا بجيهان الله عندكم.